شايفين الحجم بتاع علب السمنة دي؟ بالنسبة لي لما بتكون عندي بيبقى أكن كنز في البيت. أنا عملت الفكرة دي معاكم قبل كده بس حبيت أصورها لأنها كانت من 3 سنين. جبت علبتين نفس الحجم وبدأت أثبتهم على بعض بالسلوتيب، ولو عندك بقى الحجم الأكبر كمان هنلزق 3 قطع على بعض برضو شكلها بيبقى حلو. وبعد كده جبت الكوستر الحصيرة ده، وبعد كده هنثبته في النص، هنسيب نفس المسافة من فوق ومن تحت. هنبدأ نحط شمع على العلبة ونثبت عليها الكوستر. انا هنا استخدمت الكوستر كامل، ما استخدمتش اكتر منه، هو الكوستر كامل بس، كوستر واحد. وبعد كده هبدأ احط شمع بقى على الطرف التاني اللي انا ثبته وهثبته بالشكل ده. الخطوة دي كده خلصت معايا. بعد كده بقى هجيب خيط الخيش ده سمكه 4 مللي وهبدأ اغلف الجزء اللي من فوق ده. وبعد كده هنكرر نفس الخطوة دي كمان في الجزء اللي معانا من تحت. القاعدة انا مش هعملها عشان ما نهدرش في الخيط، علشان طبعا ما تبقاش تكلفتها عالية. عملتها بقماش الجوخ وهنا كانت جاهزة معايا. بعد كده جبت شريط الخيش وهبدأ اثبته على الاطار اللي موجود معايا في العلبة من فوق. بعد كده حطيت عجينة الجبس والمية، المعيار بتاعها بيكون 1.25 كوباية من الجبس وعليها 1 كوباية مية. وبعد كده بملى العلبة اللي فوق كلها، وبعد كده بنثبت فيها الشجر او الزرع زي ما تحبي على حسب ذوقك، وبنحط كمان الزلط للتزيين. بس فكرة حلوة قوي.